السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم احلى الاكلات في مطبخ حور ونور. اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير، واتمنى يا رب فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. بعد نجاح التجربة بتاعت المكنة بتاع ورق العنب، قررت اطلع الورق العنب اللي انا مخزناه في الفريزر واجربه عليها واشوف النتيجة. النتيجة بسم الله ما شاء الله صدمتني، جميلة جدا جدا جدا. وطريقة التخزين تحفة والله تحفة. طريقة يعني بسم الله ما شاء الله جميلة. معانا بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أول حاجة هنبدأ معانا الورق العنب اللي احنا مخزنينه في الفريزر بالطريقة بتاعتنا ديت. الطريقة دي جميلة يا جماعة. بصراحة أنا جربتها. الورق العنب قعد معايا أسبوعين اتنين في الفريزر. طلعته من بالليل حطيته على الرف بتاع التلاجة، والصبح بإذن الله عملته كده، فكيته من الورق الاسترتش بتاعه، بس يكون الورق ملفوف كويس جدا جدا ومحكم، وما يكونش نحطه في مكان ما نحطناش نشيله ونحطه فيه عشان ما يتكسرش مننا. شايفين الورق لكنه لسه جاي من السوق حالا، بسم الله ما شاء الله. طبعا معانا حلة على النار فيها مية سخنة وعصرة ليمونة ومعلقة ملح صغيرة مش كبيرة. وهبدأ أغطس الورق بتاعي بالطريقة دي كده، أغطسه لحد ما ياخد السوا بتاعه زي ما احنا بنسويه عادي خالص. شايفين ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وكده هقلبه على الناحية التانية برضو وياخد السوا بتاعه، واخرجه من المية احطه على مصفى او حاجة متفرط كده عشان ما يكملش السوا بتاعه وينهري معانا. دلوقتي انا معايا الخلطة بتاعت المحشي. بحب انا اعمل كمية واحطها في الفريزر، اي وقت اكون محتاجاها اطلع على قد ما انا عايزة. ومعايا الخضرة بتاعتي طازة، خضرة مشكلة حطيتها وخدتها يعني تقلبتين كده في قلب التخديعة بتاعتي او الصلصة بتاعت المحشي. وحطيت غسلت الرز بتاعي كويس جدا ونشفته، ما خليتش فيه ميه خالص. وادي الورق بتاعي خلاص برد معايا. هبدأ بقى احط الصلصة بتاعتي اللي انا مجهزاها، وطبعا عليها التوابل ملح وفلفل وكمون وشطة اختياري، او ممكن تحط رشة شطة بسيطة عشان تخلي الطعم معاك جميل كده. ورق لوري. ولو حابة تحطي توابل بتاع المحشي ما فيش اي مشكلة خالص. حابة تحطي التوابل اللي عندك، شوية قرفة شوية جنزبيل، هيبقى جميل جدا معاكي. وادي الحلة بتاعتنا اللي هنحط فيها الورق فرشناها بالخضار. وادي المكنة بتاعتنا، شايفين بسم الله الله أكبر زي ما عملنا فيها قبل كده. جربتها برضو. شايفين ما شاء الله القوام بتاع المحشي تحفة والله. الورقة هحط الورقة على الناحية، شايفين ما شاء الله اللي هي زي المكتوب عليها جوه ديت، والورقة الناعمة هسيبها بره. طبعا هحط معلقة كبيرة واغطس الورقة بالرز كده في قلب الورقة بتاعت السير بتاع المكنة كده. يا ريت ان المكنة دي نغسلها قبل ما نستعملها، لانه بيسهل معانا في الشغل. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اتمنى تعملوا لايك بقى، لايك يا جماعة عشان الفيديو بتاعنا يترفع بإذن الله والكل يستفاد. واتمنى تدعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم، ربنا يزيح الغم عني يا رب وعن أولادي. معلش أنا متعشمة فيكم، في ربنا خير إن شاء الله. ودلوقتي هكمل الكمية كلها وأبدأ بقى دلوقتي أصف المحشي بتاعي. مش باخد من المكنة أصف في الحلة على طول، لا أنا باخد أحط جنبي على صينية أو حاجة، وأبدأ دلوقتي أصفه في قلب الحلة بتاعتي بنفس الطريقة كده لحد ما أخلص الكمية بتاعتي كلها والحلة بتاعتي تكمل بإذن الله. معانا دلوقتي الشوربة بتاعتنا سخنة على البوتاجاز. هبدأ أحط أجهزها وأحدقها كويس وأشوف الحدق بتاعها وأظبطها، وأبدأ أحط بقى أزود المحشي بتاعنا كده بحيث إن أنا مزودوش كتير، أزوده بس يا دوبك يبقى على وش الحلة بتاعت المحشي كده، وهزها هزتين بساط كده. وما كترش المية عشان ما يبقاش المحشي بتاعنا لين، يبقى يا دوبك كده ويبقى القوام بتاعه حلو ومستوي. شايف ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا هحط الشوربة عليها كده بشويش وهز هزتين بالراحة على الحلة بتاعتنا.
بالنسبة للتسوية أنا بحب التسوية بتاعتي على نار متوسطة يا جماعة لو سمحتم. أنا بحب المحشي ما تعللوش النار. لو عليت النار اللي فيه حلل بتستوي من الأحراف والوسطانية بتبقى جامدة. أنا بخلي النار متوسطة على أي محشي عندي، بخلي النار متوسطة لحد ما يستوي معانا ورقة من الزبدة، أو لو عندك ورقة كرنب حطيها على الوش، مفيش أي مشكلة خالص. ده بيخلي لو في أي حاجة ويخلي المحشي بتاعنا متساوي وجميل جدا. وما يخليش فيه حبة رز تخرج من المحشي ولا أي حاجة، سواء كرنب أو أي نوع محشي. أنا بحب أعمل الخطوة ديت، أحط ورقة كرنب أو أي حاجة تحش ال- إن هو يتنطور حب رز منه. تمام. وأحط غطا محكم كده وأغطيه وأحطه على النار. شايفين؟ بسم الله الله أكبر ولا قوة إلا بالله. تحفة وتحفة وتحفة. شايفين؟ ما شاء الله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوناش في اللايك واشتراك في القناة يا رب، عشان يوصلكم منا كل جديد بإذن الله. واشوفكم على خير فيديو قادم بإذن الله.